الرخام على بالي بلي كامل راح تعجبكم، لازم تجربوها. اللي تجي خفيفه بلا ما تشربيها، بواحد الكريمه بزاف بنينه، تقطع لك كميه كبيره بمقادير موجوده في كل البيت. المفيد والحاصل، ديري حفظ لا فيديو راح تحتاجيه. كالعاده توجد في وقفه، واهم حاجه بنتها بنت البنون. ديري جيم وابوني ونروحوا لكيفيه التحضير. جبت الغيسيبيون تاعي اللي كنت درت عليه كاس تاع السكر، 2 حبات نتاع البيض، قرصه تاع الملح، ونخلطو كلش بالفوي. اللي رايحه نزيد عليها كاس نتاع الزيت، راح نخلطوه بشويه كيما راكم تشوفوا، نفرغوه على شكل خيوط. راح نزيد عليها كاس تاع الملي، لازم يكون سخون، اكدوا لي على انه يكون سخون. كاس تاع الفارينه اللي لازم نغربلوها، ونص كاس تاع الكاكاو اللي تكون نوعيه مليحه، ودو باكي تخميره تاع الحلوه، كلش نغربلوه ونخلط هنا كلش بالفوي. وراني رايحه نزيد نص كاس تاع الفارينه، يعني هنا درت لي كاس ونص تاع الفارينه. المقادير كامل تحت لا فيديو. هنا درت على راس المغرب بيكربونات. البلا تاعي اللي كنت درت عليه الزيت ورشيت عليه الكاكاو، الفرن مسخن على 180 درجه، نطيبوها غير من التحت، ندير هكذا بالموس باش تطيب لي مساويه. وهي راهي طيب، راح ندير لا كريم تاعي اللي درت كاس تاع الشونتي وكاس الماء اللي لازم يكون بارد، مغرف كبيره تاع شوكولا تاع الطلي، ونخلطو كلش بالباتور. وانا بعد ما طابت ثقبتها ودرت الشونتي تاعي اللي لازم تكون بارده، وراح نسويها كامل بلا سباتشول كيما راكم تشوفوا. من الفوق راح ندير شوكولا تاع الطلي اللي كنت ذوبتها في الماء سخون، وزدت لها شويه تاع الزيت، وراح ندير غير بالموس هكا خطوط تصرى عندنا رخام كيما راكم تشوفوا هكذا. نحطها تبرد، اكدوا لي على انها تبرد، وقطعوها كيما حبيتوا. وهذه هي النتيجه. اللي اول مره تشوف الفيديو تاعي نقول لك ديري متابعه، راح يوصلك كامل جديد، خاصه في رمضان. ادوت فيديو مع وصفه جديده. سلام.